السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض عليك. النهارده بقى يا حبايب قلبي عامله غدا بقى كده لينا. الحاجه تعبت شويه ورحت كشفت عليها، فالدكتور قال لي هاتي رجول فراخ. رجول ايه يا دكتور؟ طب ما انا اجيب لها فرخه، اجيب لها حاجه حلوه، اجيب لها لحمه يعني تتغذى. قال لي بصي رجول الفراخ دي ما تعرفيش هي فيها ايه. فطبعا يا جماعه يا حبايب قلبي ما جبتش رجول فراخ بس، يعني انا هسمع كلامه بس مش بالسنتي يعني. جبت ايه بقى؟ تفاحه. جبت بقى فرخه حمرا كده، بصوا زي ما انتم شايفين كده بجد حلوه قوي ولحمها احمر وبسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي ياكلها. 2 كيلو قلة. ورحت بقى ماسكالكوا بقى يا حبايب قلبي الفرخه بقى نضفتها حلو كده. والرجول بقى زي ما انتوا عارفين لازم تتنضف نظافه ما اقولكمش بقى عليها. بس بجد انا يعني اول مره اعرف ان الرجول الفراخ فيها غذاء، فيها حديد، بتقوي العظم وبتقوي الاعصاب وبتقوي الجلد بتاع الجسم. الدكتور اللي قال كده، وفيتامين سي وفيتامين د وفيتامين ب. يعني بصوا بجد جميله جميله جميله. بصوا بقى رحت غاليه ميه سخنه جامد جدا على البوتاجاز ونزلت بقى فيها كده 2 ب2 كده. بصوا حبايبي عايزه اقول لكم ان تنظيف الفراخ رجول الفراخ ده برضو مش سهل يعني. انتوا ممكن تحطيهم في الميه ياما فايه يستووا بالقشره بتاعتهم، فانت بتحطيهم بس كده ثانيه يعني ثواني كده وتروحي شايلهم على طول تلاقيهم زي ما انت شايفه كده. بصوا بيطلعوا بكل سهوله وحلوه قوي. بصوا عايزه بجد النهارده عايزه الفيديو دوت ان شاء الله باذن الله يوصل مشاهدات بقى حلوه، عشان بجد الفيديو اللي فات واللي قبله والله العظيم حلوين قوي قوي ومش عارفه ما جابوش مشاهدات ليه. بجد الواحد زعلان جدا من الكلام دوت، بس ربنا المستعان كده وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب بالخير. بصوا برضو جبت بقى رجلين، كل شويه احط رجلين بس ليه؟ انا ممكن احط كله مره واحده بس مش هلحق اطلعهم ومش هلحق اعملهم على طول، ولازم يتعملوا هما سخنين عشان ينضفوا معاكي بسرعه. فخليكي 2 ب2 عشان ايه يعني ما يبوظوش منك. انا طبعا كان ممكن اعمل الفرخه بس لوحدها وكده، بس طبعا انا ما حبيتش كده. انا حبيت ان انا اوصل لكم المعلومه ان الرجول دي فيها فايده ايه زي الدكتور ما قال لي بالظبط. فحبيت بقى اوصل لكم المعلومه دي، فقلت بقى لازم اطبخها معاكم، مش عيب ولا حرام يعني. والله العظيم وطعمها جميل جدا وكويسه يعني، وطالما فيها غذاء ناكلها ننضفها حلو وناكلها مفيش اي مشكله جنب الاكل، مش هتزعل يعني. بصوا بقى كده وجبت الرز بتاعي بقى ونقيته حلو كده وغسلته غسله تمام زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. ونزلت بقى عليه باللبن، عملت برامين كده ورحت معيراهم ونازله عليهم باللبن. سامحوني بقى ان انا ساعات ببقى ماسكه الموبايل بايد والحاجه التانية بايد، فبيبقى صعب شويه وانا بصور الحاجه دي. بصوا بقى اللبن اهوت، معلش الاضاءه بتاعه الكشاف كانت طفت، فقلت بقى اصور لكم اللقطه دي بسرعه واحطه على الشاحن تاني. بصوا بقى الرجول بقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده. نزلت عليهم بقى بالملح والليمون عشان يطلعوا زفره منهم قد قامت الصلاة واي حاجه منهم. بصوا برضو الفرخه برضو نزلت عليها بالليمون ونزلت عليها بالملح ونقعتهم بقى في الليمون والملح كده نص ساعه كده او ساعه الا ربع، وبعدين رحت قايمه بقى طبخاهم بقى، شطفهم برضو شطفه حلوه بقى اخيره. ورحت حطاهم على النار زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، وحطيت بقى فلفل وحطيت بقى بصل وقطعت بصل ورحت بقى شوحتهم، وهننزل بقى عليهم دلوقتي بالميه. طبعا الدكتور قال لنا للحاجه مسلوق، مش عايز طبيخ، مش عايز حاجات زي كده عشان بتتعب المعده يعني. الحمد لله اللي جت على قد كده.
هسيبهم بقى يستووا مع نفسهم كده حبايب قلبي. طبعا حطيت شويه ملح وفلفل وبصوا بقى الدست بتاعي بقى في الفرن بجد بجد تحفه، جميل جدا. يعني انا بوتاجاز الحاجه يعني مش الفرن بالذات يعني مش حلوه قوي في الحاجات دي، بس انا حاولت ان انا اظبطه ويبقى حلو كده معايا. بصوا بسم الله ما شاء الله بجد حلوه قوي قوي والله. انا هنا بس شفته من غير ما اشوفه استوى ولا هو باين عليه ان هو استوى وجميل جدا جدا. البرام اللي متحمر من فوق ياما دوت كان جوه، والتاني ده كان بره، فطبعا ما طالوش يعني التحمير قوي، بس بجد كان حلو وكان جميل جدا. وبسم الله ما شاء الله حطينا بقى عليهم السمنه كده بعد ما ما شربوا بقى الميه، وطيت عليهم شويه اللبن، وطيت عليهم شويه وسبتهم يتلدنوا شويه، وبعدين طلعتهم حطيت بقى عليهم السمنه. الله 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 على الدس والجمال ده، حاجه تفتح النفس. بصوا بقى الاكل بقى الاخير بقى، حمرت كده زي ما انتم شايفين، وده الدست بتاعي حبايب قلبي بعد ما لدنته بقى مع السمنه. ودي الرجول بصوا حمرتها بجد تحفه وجميله، وبتبقى طعمها حلو قوي. اهم حاجه تنضفيها، اهم حاجه تنضفيها حلو وتغسليها غسله حلوه عشان تبقى كله كده تمام معاكي. وده كده كان الاكل بتاعي النهارده، الغدا بتاعنا النهارده. حبيت اوصل لكم المعلومه اللي انا قلت لكم عليها. لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، ربنا يكبر بخاطركم يا رب.